أكثر سؤال ينطرح من أي شخص يريد يتعلم البرمجة هو شلون يختار المجال البرمجي اللي يناسبه. جبت لكم اليوم اختبار مجاني 100%. هذا الاختبار من خلاله راح يحلل شخصيتك وراح يعرف المجال البرمجي اللي يناسبك، وبعد ما راح تحتار من هذا الموضوع. فخلونا ننتقل هذا الاختبار ونشوف شنو موضوعه. اوكي، فمبدئيا هو هذا الاختبار، هذه الواجهة مال هذا الاختبار. هذا يقول لك هل انت تفضل يعني انه تقضي وقت تفكر عن الثيوري، او هي خلينا نقول النظريات او كذا، او الريل لايف يعني الحياة الاعتيادية يعني. فتختار شيء مناسب لك. خلينا نقول مثلا بالنسبة لي الثيوري. تمام. I would rather spend my time completing a puzzle, answering a question by using the internet or writing a story. يعني أنت شلون تفضل تقضي وقتك؟ هل أنت تكمل بازل هاي اللي هي البازل هاي اللي ركبها حتى نسوي صورة كاملة، أو تفضل إنه تجاوب على سؤال عبر الإنترنت، يعني مثلا سؤال يخطر ببالك أو كذا، أو تفضل تكتب قصة؟ فأنت شنو الشيء اللي تفضله إذا صار عندك وقت فراغ؟ أنا غالبا يعني لو عندي بازل فأكمل البازل. ما أعرف، مثلا إذا تغسل مواعين مثلا، يعني كل ما تغسل مثلا فد 10 مواعين ترتاح. لو عادي تكملها كلها، أنا غالبا أكملها كلها، أنا أحب أخلص. تمام. هنا دا يقول لك هل أنت تفضل تشوف فيلم عن مثلا أكشن، فيلم أكشن، أو فيلم عن شخصية معينة، دراما، أو تفضل تشوف وثائقيات؟ فأنت تختار الشيء اللي يناسبك. قصدي ممكن أفلام أكشن. تمام. When I see a painting I هنا دا يقول لك لما تشوف رسمة معينة، تشوف عمل فني، هنا يعني تتأمل جمالها أو تشوف جمالها وكذا، أو تفكر شنو اللي خلى هاي الرسمة تكون كلش مهمة وكلش مشهورة. وثالث نقطة تتساءل شنو هي التقنية اللي استخدمت بهذه الرسمة. أنا ممكن يعني أتساءل ليش هي مشهورة ومهمة. تمام. ويقول لك لما انت تطبخ رسمة شنو، لما انت تطبخ وصفة معينة، هل انت يعني تتبع التعليمات بشكل يعني خلينا نقول حرفي، او انت تشوف على الصورة او يعني تحكم مثلا هاي بيها طماط، هاي بيها خيار، هاي بيها مدري شنو، وتحط يعني هيك تشيل وحط يعني بدون اي مكونات. لو انت يعني كل شوية تذوق بعدين تشيك، كل شوية تذوق بعدين تشيك. صراحة اني مثلا اتبع المكونات يعني حتى اخلص. What sounds more like me؟ يعني شنو العبارة أكثر اللي تنطبق عليك؟ نادي يقول لك أول اختيار هل أنت تبحث عن أشياء لأنه أنت تحس أنه أنت تريد تبحث عن إجابة إلها، يعني فهمت قصدي؟ وأنت تتعلم كل شيء عن موضوع واحد، يعني خلينا نقول مثلا تتعلم كل شيء عن الطبخ، تتعلم كل شيء، يعني كل شيء عن الطبخ بعدين يلا تحول لغير موضوع. أو أنت تشوف ملخص معين ل10 مواضيع. أعتقد الاختيار الأول يناسبني. أنت تشوف الحياة بعدسة شنو؟ بعدسة صور، بعدسة سيستم، بعدسة ستوريز. يعني صراحة أنا ما فهمت شنو الموضوع، ما فهمت صراحة السؤال. فراح أسوي له سكيب. خلينا نشوف النتيجة. شوف هنا طلع لي دوت كونكتور اللي يقدر يشتغل project management أو business analysis أو brand strategy. فهذا يقول لك إن أنا الوظائف اللي تناسب. طبعا أول ما سويت الاختبار طلع لي مصمم واجهات المواقع أو هيك شيء، بس واحد كل فترة تتغير شخصيته وتتغير الأشياء اللي هو يحبها. يعني يمكن سويت الاختبار قبل 8 أشهر تقريبا. هنا يقول لك أنت تقدر تتعامل ويا قواعد البيانات، وتقدر تتعامل ويا البايثون هماتينا بعلوم البيانات أو ببرمجة الويب وغيرها. فصراحةً يعني اختبار كلش حلو أنا أشوفه، وراح يساعدك شوي يخفف لك خلينا نقول الهوسة اللي تصير بدماغك إنه أنت يا مجال يناسبك أو احتمال هذا المجال ما يناسبك أو كذا. فاخذوا الاختبار وقولوا لي شو النتيجة هنا بالتعليقات. وإذا فاتكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك. مع السلامة.